ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يعني ان شاء الله مع بعض كده عايزين نشوف ايه افضل وايلد كارت للجولة الرابعة. طبعا يا شباب، وبما انك بتكلمنا عن وايلد كارت يبقى لازم يكون معاك اول لاعب اساسي زي ما انتم شايفين قدامكم كده يا شباب. نختاره في تشكيلتنا هو الكينج محمد صلاح. طبعا انتوا عارفين انا صلاح كنت مستبعده من تشكيلتي تماما، لان كنت معتمد على ايكيتيك وجاكبو. على اساس دول كانوا عاملين كفر كويس وفعلا كانوا جايبين لي نقاط كتيره. لكن للاسف بعد انضمام ايزاك كده اصبح الوضع صعب، اصبح ايكيتيك وجاكبو هيكونوا يعني احنا مش عارفين مين هيكمل مين هيطلع. فاصبح اللاعب الاساسي الوحيد طبعا يا شباب هو محمد صلاح. وليه محمد صلاح في الوايلد كارت بالتوقيت ده بالذات يا شباب؟ لان الراجل زي ما انتم شايفين قدامكم كده عنده 3 مباريات يعتبر من اسهل المباريات في الدوري. عنده بيرلي وبعد كده زي ما انتم شايفين ايفرتون وبعد كده كريستال بالاس. فمتوقع ان واحد زي محمد صلاح في ال3 جولات اللي جايين هيتعامل كابتن من اغلب الناس. وبصراحه يعني الكل متوقع ان هيجيب عدد نقاط كتير، يعني مش بعيد نشوف محمد صلاح متقدم الترتيب لعيبه خط الوسط. مش مستبعد ان نشوف واحد زي صلاح يرجع تاني ل 14 و15 و16 نقطة زي ما كان بيعمل الموسم اللي فات. كلنا الموسم اللي فات بدأنا بصلاح، أول مباراة أحرز هدف، المباراتين أو ال3 اللي بعد كده طلع بلانك. الناس كلها بدأت تبيعه وقالت لك صلاح مين يا عم ده ما بيجيبش غير نقطتين. بعد كده الراجل من الجولة الرابعة حتى الجولة حاجة و30 انفجر بصراحة. كان كل مباراة الراجل يعني يطلع ب 14 نقطة و16 نقطة و18 نقطة، وأحيانا كان بيوصل ل 30 و34 بالكابتنة. فانا شايف ان انت لو راجل هتفكر تعمل وايلد كارت يبقى اول اختيار ليك يكون معاك محمد صلاح، لان انت الوايلد كارت انت بتستخدمه مره واحده. فان انت ما عرفتش تدخل واحد زي صلاح وانت باستخدام الوايلد كارت صدقني هتقعد النص الاول كله مش هتعرف تدخل صلاح في تشكيلتك الا لو عملت مثلا سالب 8 سالب 12، او يكون عندك 4 5 تغييرات موفرهم على الاقل. وحتى لو هندخله احنا مش هنستفيد منه كتير. احنا عارفين ان صلاح في كاس الامم الافريقيه الراجل طبعا هيجي يلعب مع منتخب مصر، وعشان كده هيطلع من التشكيلات كلها وهيدوا الناس 5 تغييرات مجانية للكل. طيب تاني لاعب يا شباب لازم يكون معاك في تشكيلتك الفترة اللي جاية هو منيوز، اللي هو طبعا زي ما انتم عارفين منيوز اللي هو لاعب كريستال بالاس. الراجل لحد دلوقتي زي ما انتم شايفين كده يا شباب قدامكم يعني جاب 19 نقطة، يعني حاجة كويسة ما شاء الله. من فريق زي كريستال بالاس يجيب 19 نقطة. وكلنا عارفين ان فريق زي كريستال بالاس بصراحة يعني كانت مبارياته صعبة بصراحة. فالراجل كويس انه قدر يطلع بمجموعة النقاط دي. فواحد زي منيوس ب 19 نقطة عنده المباراتين الجايين يعني كويسين، مباراتين سهلة. أول مباراة هيقابل ساندرلاند، المباراة اللي بعديها على طول هيقابل ويست هام. مباراتين يعني ممكن يقدر يطلع فيهم كلين شيت، ممكن يعمل مساهمات. هو الراجل كده كده بيلعب في الجانب الأمامي أكتر من الجانب الخلفي. فواحد زي منيوس بصراحة ما ينفعش إنه ما يكونش موجود معانا في أي تشكيلات بالذات. الراجل خطير على المرمى، الراجل من أهم اللعيبة حاليا في كريستال بالاس، خاصة يعني بعد رحيل واحد زي ايزي. فالراجل بياخد واجبات هجومية اكتر شوية. اللاعب الثالث معانا يا شباب يعني ومنيوس كمان عنده مباريات سهلة كتير، مش بس زي ما انتم شايفين ما بقول لك كده. عنده الراجل يعني 5 مباريات، مش مباراة ليفربول هي اللي صعبة، عادي ممكن في مباراة ليفربول نقعده دكة مفيش مشاكل. الراجل عنده ساندرلاند بعد كده ويست هام بعد كده بس ليفربول الصعبة بعد كده عنده ايفرتون ثم بورنموث. يعني بصراحة الراجل عنده جدول ممتاز ولعيب ممتاز وقدر يجمع ما شاء الله زي ما قلت لكم 19 نقطة في 3 جولات. دي حاجة كويسة، عشان كده واحد زي منيوز لازم يدخل تشكيلتك بصفة أساسية. يجي بعديه يا شباب اسماعيل صار. احنا عارف ان الراجل عليه اصابة بنسبة 75%، ولكن انت خليه في تشكيلتك مفيش مشاكل. اذا الراجل مثلا قدر لحق بالمباراة، لان الراجل لو كان جاهز اكيد هيلعب. زي ما قلت لك زي ما انت شايف اسماعيل صار جدوله سهل زي ما قلت لك. الراجل في خلال 3 مباريات قدر يجمع 18 نقطة. انا عارف ان هم كان جدولهم صعب، يعني شوف قدر يجمع 18 نقطه لاعب اصعب 3 فرق تشيلسي نوتنجهام استون فيلا، 3 فرق دفاعها قويه، ومع ذلك الراجل قدر يجمع 18 نقطه. نفس الكلام بينطبق على منيوز، قدر يجمع 19 نقطه في 3 مباريات صعبه. فعشان كده واحد زي اسماعيل صار سعره كويس لازم يكون معاك في تشكيلتك. الراجل برضو يا شباب مبارياته سهله زي ما انتم شايفين، ساندرلاند ثم وست هام بس ليفربول. وانا مش مستبعد عادي احنا واحد زي اسماعيل صار ممكن يسجل في ليفربول. هو يختلف عن منيوز ان منيوز مدافع
يعني متوقع يفقد الكلين شيت، فعشان كده نستبعده. انما واحد زي اسماعيل اسار فما فيش مشاكل، قادر عادي يسجل في ليفربول، كل الفرق بتسجل في ليفربول فما فيش مشاكل. كمان عنده ايفرتون ثم بورنموث، يعني الراجل جدول مباريات ولا اسهل. فالراجل رغم الاصابه اللي عليه لو كان جاهز هيبدا معاك، هتستفيد منه بالنقاط. الراجل لا قدر الله مش جاهز مش مشكله، احنا كده كده اللعيبه اللي على الدكه هتلاقيها لعيبه مميزه هتجيب لك نقاط. يعني احنا حاطين ماتيتا مكانه على دكه البدلاء، وماتيتا ما شاء الله برضه من اللعيبه المميزه جدا الموسم ده. عندك اللاعب رقم 4 اللي لازم يدخل تشكيلتك برضو، اللعيب يكون أساسي، هو ماتيتا. الراجل زي ما أنت شايف أحرز 8 نقاط، ولكن إحنا قلنا إنه أحرز 8 نقاط لأن الراجل بصراحة قابل 3 فرق صعبة. الراجل قابل تشيلسي ثم نوتنجهام فورست ثم أستون فيلا، الثلاثة طبعا دفاعاتهم صعبة. الراجل قدر يطلع ب8 نقاط، لكن الجدول القادم ليه زي ما قلنا هيقابل ساندرلاند ثم ويست هام، بس ليفربول الصعب. وزي ما قلنا على إسماعيل أسار ينطبق على ماتيتا عادي، الراجل ممكن يسجل في ليفربول ثم ايفرتون ثم بورنموث، يعني الثلاثي اللي هم بتوع كريستال بالاس. انت هتاخد اثنين، اسماعيل اسار وماتيتا في الجانب الهجومي، وهتاخد منيوس اللي هو مدافع برضه يعتبر من الجانب الهجومي. زي ما قلنا الثلاثه بتوع كريستال بالاس لازم يدخلوا التشكيله في الوقت الحالي اللي احنا فيه. جدول المباريات الصعب بتاعهم خلص وداخلين على مرحله سهله. وزي ما قلنا الثلاثي دول عندهم يعني الجدول بتاعهم فوق الممتاز، مباريات سهله هيجمعوا فيها نقاط كتير، فما ينفعش ندخل تشكيلتنا واحنا ما عندناش الثلاثي دول. اللاعب رقم 6 يا شباب ممكن تستغربوا منه شوية لأن جدوله صعب شوية، هو واحد زي كاليفيوري. ولكن كاليفيوري ما شاء الله زي ما انتم شايفين الراجل قدر يطلع ب 28 نقطة حتى الآن، ودي عمرها ما حصلت في الدوري الإنجليزي إن مدافع يبقى أعلى واحد في أول 3 جولات في كل لاعبي الفانتزي. أكتر لاعب في خط الوسط تقريبا جواو بيدرو جايب 26 نقطة، أكتر لاعب في الهجوم تقريبا برضو لا جواو بيدرو في الهجوم جايب 26 نقطة، واكتر واحد برضو في خط الوسط تقريبا انزو فرنانديز لاعب تشيلسي جايب 26 نقطة. انما واحد زي كالفيوري قدر يتفوق على الكل جايب 28 نقطة في 3 جولات، ودي حاجة كويسة كمدافع يوصل للمعدل ده. وكمان يا شباب لان هو الراجل عنده مباراه سهله، المباراه القادمه امام نوتنجهام فورست، عادي الراجل ممكن يسجل فيها وممكن يطلع كلين شيت وممكن يعمل اسيست عادي مفيش مشكله، عشان كده لازم يكون معانا. اي نعم بعد كده زي ما انتم شايفين عنده السيتي ونيوكاسل مبارياتين صعب، فمفيش مشكله احنا ممكن يعني يقعد على دكه البدلاء او الكرسي الاحتياط في المبارياتين دول. وبعد كده نبدا نستعيده في لانه بعد السيتي وبعد نيوكاسل الراجل ما شاء الله زي ما انتم شايفين عنده ويست هام ثم فولهام ثم كريستال بالاس ثم بيرلي ثم ساندرلاند، عنده 5 6 مباريات سهله. فما ينفعش ان احنا نعمل وايلد كارت وما نفكرش ان يكون عندنا فرده من دفاع الارسنال هنحتاجها بعد كده. وزي ما قلنا الراجل عادي ان ابدا بيه المباراه القادمه امام نوتنجهام فورست، عادي الراجل هيلعب معاك وهيجيب لك نقاط. ثم في السيتي ونيوكاسل زي ما قلت لك قعدوا دكه، وبعد كده المباريات السهله كلها نزلوا تاني. فواحد زي كالافيوري من اهم اللعيبه برضو اللي لازم يدخل تشكيلتنا الفتره اللي جايه. اللاعب رقم 7 هو جاكبو يا شباب. جاكبو زي ما انتم شايفين كده يا شباب الراجل يعني لحد دلوقتي جاب 20 نقطة، جدوله سهل زي ما انتم شايفين، بيرلي ايفرتون كريستال بالاس. احنا عارفين ان ايزاك داخل المجموعة معاهم، هيكون في روتيشن هيكون في تبديل، ولكن اعتقد ان ايكيتيكي هو اللي هيكون اقرب للتبديل من جاكبو، او ممكن عادي الراجل يكون يعني يلعب جاكبو ويلعب ايكيتيكي ويلعب واحد زي عادي واحد زي ايزاك، على اساس ان جاكبو ممكن يدخل خط الوسط وسوبوسلاي يترحل ناحيه اليمين زي ما بدا المباراه اللي فاتت امام الارسنال. ولكن عادي هو جاكبو هيبدا المباراه اللي جايه عادي، الراجل حتى لو هيغير بعد الدقيقه 60 على فرض ان ايزاك حتى لو نزل ممكن ينزل اخر 20 دقيقه. ما هو ايزاك يبدا المباراه كلها وهيكون على حساب ايكيتيكي او على حساب ان واحد من خط الوسط ويروح سوبسلاي نص الملعب كمدافع، واما هينزل بعد الدقيقه 70 او 60. وفي كلا الحالات انت تستفيد بجاكبو لان المباريات سهله. عشان كده انا شايف واحد زي جاكبو برده من اهم اللعيبه، لازم يكون عندك 3 من هجوم ليفربول في المباراه القادمه او المباريات القادمه، لان جدولهم سهل زي ما انت شايف، بيرلي ثم ايفرتون ثم كريستال بالاس، فهيكونوا مؤثرين على الكل في الفتره اللي جايه. اللاعب رقم 8 وده طبعا ممكن تستغربوا له شويه وده مفاجاه في التشكيله، لاعب زي واتكنز. واتكنز يا شباب يعني يعتبر من اهم اللعيبه اللي انا شايفها في الفانتزي. اي نعم الراجل قابلته ظروف صعبه ومباريات صعبه، ولكن مش طبعا مش هيقعد الفريق او يستمر على كده على طول. انا شايف انه واحد زي واتكنز لازم يدخل التشكيله بتاعتكم
فعشان كده انا شايف يعني اساسي الراجل عنده 4 مباريات ولا اسهل، هيقابل ايفرتون ثم ساندرلاند ثم فولهام ثم بيرلي. اي نعم الراجل ما جمعش غير 6 نقاط زي ما انتم شايفين، ولكن جدوله اللي جاي صعب، وما اظنش ان استون فيلا هتستمر على كده. فواتكنز ممكن نشوف منه نقاط كتيره الفتره اللي جايه. في لاعب برضه يا شباب احنا نسينا نقوله، اللي هو اللاعب المفروض كان رقم 5 اللي هو اليوت. اليوت يا شباب هو مفاجأة اللعبة. الراجل ما حصلش غير على نقطة واحدة، طبعا دي من مشاركته مع ليفربول، ما كانش بيلعب. انا شايف اللاعب ده كان مظلوم. اللاعب ده لما كان بينزل مع ليفربول في اي وقت كان دايما بيصنع وبيحرز اهداف وكان بيمثل خطورة. فانا شايف ان واحد زي اليوت بسعر 5,400 او 5.4 مليون سعر كويس. الراجل هيلعب اساسي مع فريق استون فيلا. الراجل عنده مباريات سهله زي ما انتم شايفين، ايفرتون ثم ساندرلاند ثم فيلهام ثم برنتفورد. واعتقد ان واحد زي اليوت هيكون ليه دور رئيسي في الفتره اللي جايه. عشان كده وكمان هتكون نسبه امتلاكه قليله، فهو لازم يكون معاك في تشكيلتك. اللاعب رقم 9 يا شباب هو ايكيتيكي. ايكيتيكي زي ما قلت لك من اهم المهاجمين في الفتره الحاليه. الراجل في كل مباراه لعبها احرز هدف، حتى مباراه الارسنال احرز هدف بس للاسف طلع تسلل. الراجل كده كده موجود معانا في تشكيلتنا لحد ما نشوف موقف ايزاك. ايزاك بدا يبدله كتير او بدا يلعب عليه، خلاص مفيش مشكله. سهل ان انت تطلع من ايكيتيك لايزاك، الفرق تقريبا هيكون مليون، ودي حاجه مش صعبه، مش مشكله. تقدر تتصرف في اي لاعب في الدفاع وخط النص، تقلل سعر لاعب من خط الوسط او المدافعين وتشتري ايزاك وقتها لو لاعب اساسي. فايكيتيك برده من اللعيبه اللي تكون معانا في تشكيلتنا. وزي ما قلت لك برده عندهم جدول سهل جدا، بيرلي ثم ايفرتون ثم كريستال بالاس، اللي عايزين نستفيد باكتر عدد من النقاط من لعيبه ليفربول في الثلاث مباريات القادمه. اللاعب رقم 10 يا شباب معانا هو توسن، عنده 10 نقاط من مباراتين بس. الراجل ما لعبش الثلاث مباريات لكن هو بقى اساسي في تشيلسي. الراجل برضه عنده مباريات سهله زي ما انت شايف، برنتفورد ثم مان يونايتد ثم برايتون. على الاقل الفتره اللي جايه لازم يكون عندنا مدافع من تشيلسي. طبعا الفريق ده بيطلع كلين شيت كتير ولاعبتهم في الدفاع بتساهم في المهاجمات كتير. عشان كده انا شايف واحد زي توسن لازم يدخل تشكيلتك على الاقل، ان الراجل بسعر 4.5 مليون. اللاعب رقم 11 معانا يا شباب هو باكيتا. الراجل اللي زي ما انتم شايفين جايب 21 نقطه مع ضربات الجزاء. الجدول بتاعه سهل جدا، هيقابل توتنهام ثم كريستال بالاس ثم ايفرتون. 3 مباريات ولا اسهل. برضو الراجل ما شاء الله يعني ماشي كويس الموسم ده في الدوري، في كل المباريات بيقدر يحرز مع ضربات الجزاء. يعتبر افضل لاعب واهم لاعب في ويست هام. الفريق بدأ تاني يرجع يقف على رجليه وهنشوف منه نقاط كتيرة. اللاعب رقم 12 يا شباب هو مدافع بورنموث سينسي. الراجل اللي زي ما انتم شايفين قدر يجمع 25 نقطة من 3 مباريات. كانت مبارياتهم صعبة ومع ذلك الراجل قدر يجمع 25 نقطة. دي طبعا حاجة مميزة جدا. سينسي عارفينه من الموسم اللي فات، لاعب فانتزي، لاعب ممتاز، لاعب بيجيب لك نقاط كتير. كمان عنده الراجل جدول سهل، يعني عنده برايتون بعديها نيوكاسل صعبة، لكن بعد كده عنده ليدز سهلة، عنده فولهام، عنده كريستال بالاس. يعني برضه سينسي من اللعيبة الكويسة اللي عندها جدول كويس، من اللعيبة الكويسة اللي تقدر تعتمد عليها في الفانتزي. فلازم الراجل ده يكون من الاساسيات عندك في تشكيلتك. اللاعب رقم 13 بعد كده يا شباب هو فان ديفين، اللي قدر يطلع ب 13 نقطة. عنده جدول سهل، ويست هام ثم برايتون ثم وولفرهامبتون ثم ليدز يونايتد. الراجل برضه احيانا بيزيد واحيانا بيصنع واحيانا بيحرز اهداف. او لازم يكون عندنا فردة برضه زي ما قلنا، يكون عندنا فرده من تشيلسي، يكون عندنا فرده من الارسنال، لازم كمان يكون عندنا فرده من توتنهام مميزه زي فان ديفين. وجدول الراجل سهل زي ما انتم شايفين. اما 2 حراس المرمى يا شباب وهو طبعا نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل، وسيلز حارس الارسنال. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، عندنا المباراه اللي جايه بوب هيقابل وولفرهامبتون وبورنموث، فما فيش مشكله، ممكن الراجل يقف في المباراتين عادي وهيجيب لك نقاط. عنده المباراه الثالثه صعبه اللي هي الارسنال، مش مشكله. احنا عندنا المباراه الثالثه لسيلز زي ما انتم شايفين سهله امام ساندرلاند، فتيجي في المباراه الثالثه ممكن توقف سيلز وتستبعد بوب. نفس الكلام بوب يا شباب عنده اول مباراه صعبه اللي هي ارسنال، ولكن في الفتره دي هنوقف بوب اللي هو عنده وولفرهامبتون، ثم بعد كده ممكن تعتمد على سيلز في المباراه الثانيه اللي امام بيرلو، وفي المباراه الثالثه امام ساندرلاند. ويعني كده عندهم اول 3 مباريات مع بعض يا شباب مبارياتهم سهله. في المباراه الرابعه هم هيقابلوا بعض اللي هو نيوكاسل ونوتنجهام فورست. انت براحتك، عايز توقف بوب على اساس شايفه هيجيب نقاط كتير وقفه، عايز توقف سيلز شايف ان هو اللي هيعمل تصديات اكتر وقفه. المهم ان هم دول افضل 2 حراس مرمى عندهم مباريات. طبعا يا شباب دي افضل تشكيله ممكن تبدا بيها الوايلد كارت في الفتره اللي جايه تجيب لك نقاط كتير. اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.